السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الله الوطن الملك، اكيد حماس كبير على مستوى المدرجات مع النشيد الوطني، وكذلك تحيه كبيره من خلال تيفو الذي كتب فيها المغرب والمنتخب المغربي هو الرائد على المستوى الافريقي. المنتخب المغربي الذي كان حقق حلم ملايين ليس فقط المغاربه ولكن العرب والافارقه بوصول والعبور للدور الثنائي. المنتخب المغربي كان من الاربعه الكبار، هذا يدعو الاعتزاز والافتخار. اكدنا للعالم ان المستوى ليس مغربيا بحماس وبتفاني وبروح وطنيه قل نظيرها. بسرعه سنقدم تشكيله ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي يدخل المجموعه الثانيه: ياسين بونو في حراسه المرمى، باقي اللاعبين نصير مزراوي، النايف اكرد، العميد غانم سيس، اشرف حكيمي، عز الدين اولاحي، تواجد سفيان امرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف النصيري. على مستوى الهجوم هذه التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني المغربي. في الوقت اللي على مستوى الاحتياط هناك مدير محمدي المهدي بن عبيد كحارس جواد يميق، عبد الرزاق حمد الله، اشرف داري، عبد الحميد صابري، انس الزروري، زكريا ابو خلال، عبد الصمد الزلزولي، بن جميل بوشواري، وليد شديره، ايوب عمراوي، عمران لوزه، عبد الكبير عبقر ويحيى عطيطله. هذه هي التشكيله الاحتياطيه ديال المنتخب الوطني المغربي. امامنا طاقم تحكيم هذه المواجهه الحكم صادق السلمي من تونس والذي سيقود المواجهه بمساعده محمد بكير وحسن خليل. الحكم الرابع مصطفى كشاف. على مستوى سفيان امرابط لاعب فريق، ولو ان وليد القلاقي اختار بان بلال الخنوس ان يكون حاضر في بدايه هذه المباراه. اولاحي يحاول يمرر التمريره. اشرف حكيمي، هناك خطا بالفعل، كان تدخل ديال اليكس نيكولاو. سعد في هذا اللقاء. تبادل محاوله، حكيم زياش رفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، ابعاد الكره. الدوري البرازيلي انتهى بدايه نوفمبر الماضي. انطلاقات وسرعه فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز. المنتخب البرازيلي من الجهه اليمنى وسط لاعب ايمرسون، حكم كبر خطا. الدوريات الكبرى على المستوى الاوروبي يمتص الحماس ديال المنتخب المغربي. حكيم زياش، تدخل الريان القطري. هناك خطا بالفعل، هناك خطا. حكم المساعد رفع الرايه، وبالتالي كان خطا. حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه على مستوى الاخطاء وكذلك على مستوى الزاويه بشكل الكره من الجهه. فرصه تمريره زياش، تسديد وتدخل. ترجع الكره بشكل ممتاز. حكيم زياش عند سفيان بوفال، محاوله المراوغه. لاحظوا العوده ديال لوكاس تورينتينو وفينيسيوس. كره خطيره دخول داخل المنطقه الجزائريه عند لوكاس تورينتينو، خطيره، فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي. كره مشات فوق المرمى، ابرز محاوله تجاه لاعب اليكس نيكولاو، كره بعيده خارج. فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. نصير مزراوي ولكن واوروبا في الوقت هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه منتخب البرازيل. تدخل واسترجاع هذا المباراه. تبادل المحاوله وسط فينيسيوس جونيور، يوسف النصيري، فرصه مرات جانبا، فرصه الهدف مرات جانبا بواسطه نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكره الاخيره. تمريره ممتازه. برشلونه في الوقت تبادل المحاوله المنتخب البرازيلي جانبا كره لابد من ابعاد الكره. ياسين بونو كنقول انه بقميص المنتخب الوطني المغربي. اشرف حكيمي استرجع الكره بشكل مبين. خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك الوطني المغربي، وبالتالي الغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان نتابع خطا، كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس والبحث عن ضربات الرأسية. لعبت كره دائريه، فرصه، خروج الحارس، فرصه بوفال، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال. يضع كره في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحه كبيره للجماهير المغربيه.